تخيل عشان تبطل سرقة تقطع ايدك بنفسك. انا حسام ابو سليم وده برنامج الملف الاسود. وقبل ما اخش في القصة بعد اذنك اعمل لايك بصبعك الجميل. برنامج الملف الاسود مع حسام ابو سليم. اللي في الصورة ده اسمه علي عفيفي الملقب بعلي صاروخ، وهو من قرية حبيش في محافظة طنطا. ولقب صاروخ ما جاش من فراغ. الموضوع بدأ لما علي كان طفل صغير في المدرسة الابتدائية، ابتدى يسرق سندوتشات صحابه اللي معاه في الفصل، وبقى يخلي العيال تروح من غير اكل لاهاليها. والمدرسة في اللحظة دي بقت تعاني من الموضوع ده، لان علي ابتدى بالفصل بتاعه وبقى يخش على الفصول التانية اللي جنب الفصل بتاعه، واي حد كان يسيب الشنط بتاعته او ينسى الاكل علي كان يفتح على طول الشنطة وياخد السندوتشات كلها. وابتداها بالسندوتشات، وواحدة واحدة نشاط السرقة عنده كبر وبقى يسرق في كل حتة وما يتمسكش. ومراحل السرقة دي ابتدت معاه وهو صغير لحد ما كبر وبقى يسرق من اي حتة، لحد ما اتعمل في الاسم اكتر من 5000 محضر سرقة سجلت في الارشيف الاجرامي. والكلام اللي انا بكلمه لكم ده كان قبل الثورة، ما كانش لسه انتشر موضوع كاميرات المراقبة، وكان علي بيملك خفة يد ما كانتش عند حد، وبقى أسطورة في عالم الإجرام المحلي. وكان بيسرق البيوت والمحلات حتى البهايم الزريبة، وما خلاش أي حاجة ولا أخضر ولا يابس. ولو ما كانش بيلاقي حاجة يسرقها كان بيفتش نفسه. وكل الجرائم اللي هو كان بيعملها دي كانت ببرود أعصاب علشان خاطر يعرف يسرق صح. وبالرغم اللي كان بيعمله ده كله والسرقة دي كلها، بس كان جواه صراع داخلي ما بين الحق والباطل. على طول علي كان بيأنب نفسه. علي قعد فترة جامدة ما كانش بيعرف ينام، ولما كان بينام كان بيجيله كوابيس بالاشخاص اللي هو كان بيسرقها، وكان على طول بيقوم مفزوع من النوم. وعلي هنا قعد يفكر مع نفسه لحد ما حط في دماغه ان ايده هي اللي بتسوقه للشر، يعني هي اللي بتسوقه لسكك الشمال. وبالنسبة له هو قال لك الحل الوحيد مش اللي انا السجن، الحل الوحيد اللي انا ابتر اداء الجريمة. هي اداء الجريمة يا عم علي؟ جه في دماغه فكرة غريبة جدا ما تخطرش على بال اي بشر، واللي هي يحط ايده على اي قضبان قطر ويخلي القطر يعدي على ايده ويقطع ايده اللي بيسرق بيها. وبالفعل عمل كده، وراح محطة قطر وحط ايده على قضبان القطر وخلى القطر عدى على ايده لحد ما فرتك ايده ل100 حته. طبعا بعد فتره من العلاجات اللي هي بتاعت ايده بقى والمستشفيات اللي هو كان محجوز فيها والحوارات دي كلها، قعد فتره جامده بطل السرقه. بس ابتدت دماغه تشتغل تاني وقال لنفسه انا عايز اسرق بايدي الشمال. وفعلا ابتدى يسرق بالايد الشمال، وابتدى يخش جوه صراعات نفسيه، وابتدى يأنب نفسه تاني وضميره يأنبه، وقال لك انا هعمل الحاجه اللي انا عملتها اول مره. ايه يا عم علي؟ اللي هو عايز يقطع ايده الشمال هي التانية. وبالفعل راح برضك عندي قضبان القطر وحط ايده على القضيب وخلى القطر عدى على ايده الشمال وقطع ايده الشمال هي التانية. وطبعا هنا كانت الناس كلها عرفت حكايته من ساعة ما قطع ايده اليمين، وقالت خلاص الحمد لله ربنا تاب عليه. ولما الناس بتبص كده في يوم من الايام لقيت ايده الشمال مقطوعة، فالناس كلها سألته طب احنا عرفنا ان انت قطعت ايدك اليمين عشان خاطر بتسرق وبطلت سرقة، ايه اللي خلاك تقطع ايدك الشمال؟ قال لهم برضو انا ابتديت اسرق تاني علشان اتخلص من الموضوع ده، قطعت ايدي الاتنين. وقال لك انا قطعت ايدي علشان اقطع صلتي بالشيطان خالص، وقال لك انا عايز اقابل ربنا من غير ايادي سرقة. وعلي هنا بقى اتحول من مجرم لشخص واعظ بقى يفيد الناس عن التجارب اللي هو عملها واللي هو عاشها. وعاش علي عفيفي من غير ايدين، وبيقول لك اول مرة في حياتي اشعر بالحرية. وتحول من واحد مجرم كان بيثير الرعب في النفوس الى ايقونة من التوبة. وابتدى بقى هنا ينقل قصته للقرى اللي حواليه والبلاد اللي حواليه، وبقى يرفع ايده كده قدام الناس وبقى يحكي حكايته علشان خاطر الناس تتعظ من اللي هو فيه ومحدش يمشي في السكة الغلط اللي هو مشي فيها. يا اخي ده على مدار تاريخ حياته قعد اكتر من 25 سنة يسرق، اتعمل له اكتر من 5000 محضر سرقة، والمباحث ما كانوش عارفين مين اللي كان بيسرق في اللحظة دي. وقعد يحكي حكايته للناس ويقول لهم ما تتبعوش الطريق اللي انا مشيت فيه، لان بصوا كده التمن بقى غالي قوي. واصبح بقى يقضي يومه في مساعدة الناس على قد استطاعته، وحول العاهة اللي هو عاملها المستديمة لوسام شرف يمشي بيه وهو فخور قدام الناس ان دي توبة نصوحة ما ترجعوش للسكة الغلط تاني خالص. وايه اللي احنا نستفيده من القصة دي؟ قوة الارادة اللي التغيير بدأ بقرار شجاع، حتى لو كان مش في صالحك الشخصية فهو لمصلحتك عند ربنا. وده ممكن يكون دخولك الجنة. انا عارف اللي هو ممكن يتحاسب عشان خاطر اللي هو عمله
عمله في ايده او عمله في جسمه عشان خاطر الجسمية ده احنا ما نملكهوش. ودي يمكن التجربة اللي هو قالها وانا حبيت انقلها للناس، جايز تكون موعظة وعظة للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.